ونصنع منه دجاج. بس رح نحتاج لطحين، مي وملح، وإن شاء الله يكونوا متوفرين عندكم. يلا دجاج القمح اسمه سيتان. لما نغسل عجينة مرتاحة بالمي من 4 ل 5 مرات رح نكون عم نفصل النشا من البروتينات اللي بالطحين، ومنضل نغسل من 4 ل 5 مرات مثل مبدأ الرز لحد ما المي تصفى عندي. اللي بضل معنا هو البروتين اللي هو الجلوتين، وهاي المادة رح تكون الأساس في صنع الدجاج النباتي. أما النشا بنقدر نجففه وبعدين نستخدمه بوصفات تانية. لما نبهر الجلوتين ونريحه نص ساعة رح يمد معانا بكل سهولة، ولما نقطعه ونجدله هيك بنصنع نسيج بيشبه النسيج اللي باللحمة والدجاج، وبنربطه مثل الجبنة المجدلة، وبنقدر نقليه بشوية زيت كخطوة اختيارية عشان نقلل امتصاص كمية كبيرة من مية السلق. وبعد القلي بنلفها بورق شاش أو قماشة نظيفة وبنسلقها بمي مغلية مع بهارات لمدة ساعة على نار هادية، وبعد ما يبرد بيتفتفت مثل الدجاج المسلوق. نقدر ناكله مثل ما هو أو نستخدمه بالوصفات اللي بدنا إياها كبديل للدجاج. نسبة البروتينات النباتية اللي فيه كتير عالية. الله يثبتكم وينصركم. 85